السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رجعنا بشهيوة. اليوم روسات معاكم باش نعمل خبزة الدراع اللي توا الدنيا باردة وفي الشتاء تجيب لينا برشا مع فطور الصباح ولا مع قهوة كحلة. اللي عنده شوية دراع ما فيها باس، شوية فاكهة شوية هكا تجي خبزة تجيب لينا على الآخر. عندي 4 كعبات عظم صغيرين، اللي عنده كبار يعمل 3 بركة. عندي 180 مليلتر حليب، 300 دراع، ساشي نتاع خميرة جاتو فيها 11 جرام، 100 جرام سكر، 80 زيت، وشوية بودر نتاع فاني، واللي عنده ليكيد ولا اللي عنده ساشي كيف هكا فاني يحط ساشي فاني. توا باش نطلع العظم مع السكر مع رشة الملح اللي ديما ما ننسوهاش. نطلع العظم ونرجعوا مع بعضنا. ضربت طلعت مع العظم مع السكر وشوية الملح. باش نحط رشة من الفاني هذيا قوية راهي باهية. باش نبدا نزيد في الحليب في الزيت الحليب بشوية بشوية، اللي هما 80 مليلتر زيت. نبدا نزيد في الحليب باش نحط عندي شويه زبيب باش نحطهم. ما نحطش من برا، خاطر من برا كي تحطوا الزبيب يتحرق شويه، مش برشا هكا من داخل. ساشي نتاع الجاتو الخميره باش نحطها في وسط الفرينه نتاع الذراع، وباش نغربل بشويه هكا. بعد هذه غادي شوي نغربل، خاطر ديما الذراع سيرتو كي تبدا الدنيا هكا بارده يبدا عامل كعابر ديكو نغربلوه باش يتحل لنا الكعابر نتاعو وبيت ما يبقاش مكعبر لنا في وسط الخليط. نكمل نحط الخليط نتاعي كل ونرجع نوريكم كيفاش القوام نتاعو جا نتاع الخلطه نتاعنا. كملت خلط بهذايا وباش نكمل شويه هكا بالفوي وريكم القوام نتاعها كيفاش جا. باش نحط شويه جلجلان يعطيها البنه وتجي بنينه بالجلجلان. المول نتاعي باش نحط فيه شويه جلجلان كيف القوام نتاعها مزيان. ديما نمسحو ما نخلوش بلان طرافاي تاعنا مسخ. بسم الله. حطيت شويه جلجلان في الفون من لوطه راهي تجي بنينه ما نحكيلكمش. ونزينوها بشويه زبيب. انا حطيت زبيب من داخل خاطر كيف تخلوه من برا ساعات يكحال ويتحرق ما نحطوش. فما شكون يحط تمر كيف يتحرق التمر. باش نحط جلجلان انا عندي الابيض، تنجموا تعملوا جلجلان الاحمر راهو نايم مش طايب خاطر بطبيعته باش يتحمر في الفور. عندي شويه بستاش وكل قدروا نتوما شنو اللي عندكم. عندي شويه لوز باش نكسروا على زوز اللوز، نحطوا شطار هكا. عندي السكينه باش نقسم شويه لوز هكا على زوز ونرميه من فوق كهو ونحطها في الفوق على 180. وديما عينكم ميزانكم سا ديبون، نعطيك نص ساعه ولا نعطيك 35 دقيقه ولا 40 دقيقه وانت والفور نتاعك مش كيما اللي عندي. من الاحسن يبدا عندك مثل كيردون تمسوا بيه والا سكينه تمسوا بالسكينه. اذا كان شاحت هكا سيئه هي الخبزه كيف ريحتها تعطي في الدار راهي بريسك بدات تطيب، خاطر تبدا ريحتها تخرج
نكسر اللوز كيف هكا يعطي منظر ويتحمر يجي مزيان. نكمل نزينها هكا ونهزها نحطها في الفور على 180 وعيني ميزاني، نتبعها ونتقابلوا كيف تطيب. خبزة الذراع نتاعنا طابت، خرجتها خليتها تبرد في راحتها بالكدا بالكدا، وطو باش نقلبها نفرخها في الطبق ونرجع معاكم. وكما تشوفوا خرجتها من المول، هايكا خرجت نظيفة هكا طايبة ما شاء الله. شوف كيش محمرة والجلجلين كيفاش فيها من الجناب ما شاء الله. خلولها راحتها تطيب، خلوها تطيب على راحتها في الفور، ما تقوش لها في الغاز. انا حطيت على 170. بسم الله نقص شويه هكا ونوريكم من داخل. راهي سي نورمال باش تبدا تتفتفت شويه بما انها فيها الفاكهه كتكسرت شويه من الجنب، خاطر هذاك كل لوز هاكا اللوز هذاك خرج ما شاء الله. خفيفه هايكا ماشي مرصرصه، هذاك اللوز هذاك كي تبدا حرف لوز هكا على جنب يتكسر. شوفوا محلاها، شوفوا ما شبها، وصحيه صحيه صحيه يعني ذراع وفاكهه وجلجلان وكل، فيهاش حاجه زيت مش حتى زبده. بالنسبه للي ما يحبش الزبده شوف هايكا تهبل، شوف محمره مش شيرت الكل ما شاء الله. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما بقالي كنقول لكم بسلامه، الى اللقاء في فيديو جديد.